هلو يا حلوين. فيديو النهاردة هو فيديو عطور شهر فبراير، وهي مجموعة من العطور اخترتها لكم مخصوص. فيها كده صفة التميز، عطور بتشغل الحواس، تحسي ان انتي مستمتعة جدا جدا وانتي بتستخدميها. الحقيقة العطور دي انا فعلا الشهر ده استخدمتها، شهر كان غالب عليه البرودة، شهر كان فيه مناسبات كتير بالنسبة لي، فاخترت مجموعة من العطور مميزة جدا، اغلبها بيصلح للمناسبات. كل عطر منهم مختلف تقريبا تماما عن العطر التاني. عطورنا النهاردة عطور ناضجة جدا، عطور مميزة قوي قوي قوي، عطور فعلا هتستمتعي وانتي بتستخدميها او وانتي بتسمعي حتى مجرد الكلام عنها. الشهر ده الحقيقة أنا جربت عطور كتير جديدة، ولكن عطور النهاردة في الغالب هي عطور عدى عليها وقت من الاستخدام، وكونت عنها رأي تقريبا كامل على طول السنة أو طول فصول السنة. ولكن خلينا قبل ما نبدأ أعرفك بيا، أنا دينا ودي قناة دو برفيومز. لو انتي أول مرة بتشوفيني فأهلا وسهلا بيكي. تقدري طبعا تشتركي في القناة إذا حبيتي، وتضغطوا زرار اللايك لو عجبكم الفيديو. فيلا نبدأ مع أول عطر النهاردة، وهنبدأ بأول عطر هو بونبون من فيكتور اند روف. الحقيقة العطر ده أنا كلمتكم عنه قبل كده، وكان رأيي فيه في الغالب إن أنا مش مايلة ليه قوي، ولكن تحديدا الوقت ده من السنة في شهر فبراير مع برودة الجو اللي وصلت للقمة، العطر ده أنا كنت الحقيقة مستمتعة بيه. عطر أول ما هترشيه هتشمي منه بالظبط ريحة آيس كريم بالخوخ. العطر فيه إحساس ميلكي كريمي باتري، تحسي ان هو زي الزبدة كده. تشمي منه طبعا اساسي الكراميل، وبتشمي البرتقان، وبتشمي الخوخ. الخوخ هنا فعلا في ميكس كده مع الكراميل، تحسي ان كأن في فانيلا، وبتحسي ان العطر رايح اتجاه انه يكون لاكتونيك زي الايس كريم. بيكون العطر بارد، مش بحس ان هو دافي. بعد شوية مش كتير بتبتدي تحسي ان انتي شامة الزهور البيضة بشكل باودري، بشكل كلين. تحسي ان العطر كده باودري جورماند سويت ديليشس جدا. عطر مغري وجذاب فعلا، وبيناسب اعمار كتير، ولكن بحس ان هو جيرلي شوية. ولكن هو تحديدا الفصل ده من السنة احتمال كبير جدا تستمتعي بالريحة الجورماند المميزة في العطر ده. اما العطر التاني اللي معانا هو من دولتشي اند جابانا ذا اونلي وان، والعطر ده بالنسبة لي كان رائع الفترة دي. اكتر وقت قدرت ان انا اشم ريحة الكوفي او القهوة. العطر ده المفروض افتتاحيته فيها اورنج، وفيها ريحة فايلوت او بنفسج نظيف زهري كده. عطر مميز جدا، مفيش اي حاجة شبه العطر ده، ولا حتى بلاك اوبيوم، لان في ناس بتشبهه ببلاك اوبيوم، انا ما بحسش كده ابدا. القهوة هنا ريحتها سبايسز شوية، تحسي ان انتي شامة كوفي بينز كأنها حبوب قهوة مطحونة. يعني بتكون حوالين العطر كله لفترة كده من الزمن مش طويلة قوي. بعد شوية تبتدي تحسي ان انتي شامة العطر بيروح لاتجاه باودري، هو ستيل زهري ولكنه باودري، ريحته فيها ايرس، بتشمي منها زهور البرتقال، بتخلي العطر فيه احساس سوبي خفيف كده في النص، بيدي العطر فيمينين احساس انثوي. العطر ده عموما انا بشوف ان هو بصراحة ويل بلندد، ممزوج كويس جدا جدا. القهوة هنا انا حاسة انها معمولة بطريقة احترافية، ما اثرتش على باقي المكونات. العطر لسه باودري، لسه سيترسي، متزن جدا. السويتنس بتاعته انا ما بحسش بالنسبة لي انها اوفر. بعد شوية بتبتدي تحسي ان انتي شامة ريحة الكراميل، اللي هو مش جورموند قوي بنفس طريقة الكراميل اللي كان في العطر الاول خالص. وبعد كده في الدراي داون تماما بتشمي ريحة الباتشولي الارسي الخشبي شوية، مع ريحة فانيلا، وستيل قاعدة كده من الكراميل الباودري جدا. فبالنسبة لي الشهر ده كان مميز قوي، لاني قدرت اشم القهوة بشكل واضح جدا جدا في العطر ده. اما العطر اللي معانا بعد كده هو دولتشي اند جابانا برضو، بس عطر ذا وان. العطر ده عطر سباركلي قوي، عطر براق لامع، فيه فواكه ولكن بطريقة مدروسة ونضجة، متزنة جدا مع الفانيلا ومتزنة جدا مع الخوخ. عطر فيه خوخ وفيه برقوق، ولكن بطريقة متوازنة قوي قوي. الفروتس هنا مش جوسي ابدا، مش جيرلي ابدا. العطر ده عطر ناضج جدا، باودري قوي قوي، بتشمي منه ريحة بتشبه البودرة فعلا، ولكن في نفس الوقت هو عطر فانيلا باردة. عطر شيك جدا، بيناسب قوي المناسبات.
تحسي ان هو مميز، عطر يصلح ان يكون signature scent. ثباته طبعا ثبات كويس جدا. انا اغلب البرفيومز دي اتكلمت عنها بشكل منفصل، هحط لكم اللينكس كلها في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تخشوا تشوفوا كل عطر وتعرفوا هو ثباته واداؤه كان ايه بالظبط، وطبعا بنتكلم عن ريحته بالتفصيل. العطر ده عموما بشوف ان هو بيناسب جدا لو انتي في مناسبة او في وقت محتاجة حاجة فيمينين قوي ومميزة جدا ومختلفة. هتحسي ان هو مش متكرر، في نفس الوقت ريحته قوية وواضحة، بتحسي ان هو عطر فرنسي قوي من الدرجة الاولى، في الفانيلا في اشيك حالاتها بصراحة. انا بستمتع جدا بالعطر ده تحديدا الوقت ده. بحس ان هو البرفيوم زي ما قلنا باودري، وفي نفس الوقت هو يعني ما بين الجورماند والباودر. الفروتس مش فروتس جيرلي كده طفولية كده، ابدا ابدا ابدا، عطر بجد يعني منتهى الفخامة بصراحة في رأيي. كمان طبعا بتحسي ان انتي بعد شوية وقت شامة منه، طول الوقت شامة وقت سويت، حتى وانتي في الدراي داون في العطر ده شامة ريحة سويت كريمي، ناعمة، ناعم جدا جدا، وفي نفس الوقت قوي وليه شخصية مميزة. عموما العطر ده بيتصنف على انه زهري، والباودرنس بتاعته زهرية، ريحته فيها شوية احساس زي البابل جام، بيديكي فايبس باودري زي الوايبس مثلا. عطر سنشوال قوي، مغري جدا، ناعم جدا، في ريحة كريمي، ريحة امبري زي العنبر. عطر جولدن لايق قوي على شكله، تحسي منه ان الفانيلا فعلا براقة ولامعة جدا. تشمي طبعا شوية ياسمين وليليز بيخلوا العطر انثوي اكتر. في طبعا زهور بيضة، اكيد عطر زهور بيضة وفواكه، ولكن الزهور البيضاء ستيل مخلية العطر برضو مش باودري بالطريقة القديمة المنفرة الحادة. عطر ناعم جدا برغم وجود الأزهار البيضاء في العطر ده. العطر ده أنا استخدمته بصراحة في الأوقات اللي كنت محتاجة لبعض من الراحة والاسترخاء، ولكن هو عطر ريحته اكسبانسيف، بحس ان ريحته غالية. لو انتي من الناس اللي بتحبي الفايبس بتاعت ليبر ممكن العطر ده يعجبك. اما العطر التاني هو نارسيس رودريجيز فور هير، ده الاي دي بي، والعطر ده حاد شوية الى حد ما. هو عطر غالب عليه ريحة الورد والخوخ، وفيه باتشولي ومسك. العطر ده برغم ان هو اساسي فيه نوتة الورد والخوخ، الا ان انتي برضو هتشمي النوتات دي بشكل حسي اكتر من شكل ملموس. العطر هتحسيه باودري، بيشبه ريحة الصابونات، بيشبه ريحة الحاجات المنظفة شوية، في شوية احساس كده يعني حاد شوية. لو انتي من الناس اللي بتحب بيربري بادي، على فكرة العطر ده ممكن جدا يبقى ذوقك. لو بتحبي بيربري بادي بحديته دي ممكن تحسي ان العطر ده ذوقك. انا كمان بشوف العطر ده مميز، ريحته نظافة جدا، عطر فيه رقة بس من نوع فخم، يعني عطر رقيق بس فيه فخامة. يعني تقدري تقولي ان هو برضو مش جيرلي قوي، بس مناسب لبنت سابقة سنها. عارفين الاحساس ده؟ في كده فايبس فينتج شوية في العطر ده، فانا بحس برضو ان انا بستخدمه في الاوقات اللي محتاجة فيها بعض كده من الهدوء والراحة، وفي نفس الوقت احساس بالانتعاش والنظافة، مناسب جدا بعد الشاور، بيحطك في مود مش انك هتنامي بقى وتسترخي، ولكن مود ان انتي لا هتفوقي وتبتدي تقعدي تقري حاجة، تشربي حاجة، تشتغلي، تذاكري حاجة بالمعنى ده. العطر اللي معانا بعد كده هو عطر ماي بيربري الاي دي بي. العطر ده الحقيقة انا كلمتكم عنه قبل كده، ولاحظت ان في كتير من الناس مش بتتقبله. هو عطر فعلا فيه لمسة خضراء عشبية تشبه ريحة حشائش الارض. انا بحس ناحية العطر ده على فكرة بالحرية، يعني بحس ان ده عطر الحرية والانطلاق. عطر خفيف شيك جدا جدا مميز. انا بالنسبة لي العطر المميز ده بيبقى سبب كافي لان انا ممكن اتقبله واحبه اول ما افهم النوتس بتاعته. فهو العطر مش عطر نظافة، ولكن هو عطر فيه انتعاش بطريقة مميزة ومختلفة خضرة. لو انتي من الناس اللي بتميل للروائح الخضرة فالعطر ده ممكن جدا يعجبك. هو على العموم افتتاحيته فيها برتقان، فيها برجموت، فيها احساس بازهار او ورود مسكرة مائية خفيفة، ولكن ده ما يقللش ابدا من اداء العطر القوي والفواح جدا.
العطر ده الحقيقة نسبة الأزهار فيه قوية جدا، تصل ل60% من العطر تقريبا. الأزهار هنا سبايسي، خضرة، ممكن تكون تسبب يعني لبعض الناس تحسس من الريحة السبايسي دي الفريش قوي دي. في لمسة فروتي خفيفة تبان كأنها فروتس حمضية، مفيش فروتس هنا جوسي أو سيرابي، الفروتس هنا حمضية. في أزهار متنوعة، أزهار بيضة، ليليز أعتقد. هتشمي كده زهور مائية ولكن أداء العطر قوي. كمان هتشمي بقوة ريحة ورد، ورد ورد عادي. في ريحة كده بشمها في العطر ده بتشبه نبتة الشبت شوية، عارفين الشبت؟ تحس ان انتي شامة الريحة الخضرة دي العشبية دي. فهو عموما عطر سبايسي فريش، بشوفه ممتع جدا، زي ما قلت لكم في اول الفيديو بيشغل الحواس. العطر برغم ان هو عطر فريش الا ان هو يصلح جدا في الاوقات الباردة، لو انت عايزة تاخدي فايبس باردة مع الجو البارد. وطبعا يصلح في الصيف ولكن بيكون حاد شوية. انا بستمتع بالعطر شخصيا جدا، وبشوف ان هو عطر مميز، كمان من العطور المميزة الحقيقة جدا جدا. العطر اللي معانا بعد كده ده عطر جديد، وانا اكيد هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، وهو عطر شمس الامارات من ارض الزعفران. العطر ده كمان هو عطر مميز، مش هتحسي ان هو في حاجات كتير شبهه. العطر ده القاعدة بتاعته فيها بعض من العود وخفيف جدا، اما العطر افتتاحيته فهي فروتي شوية، ما بين فروت اند ساور، يعني تحسي انها سويت اند ساور. الفروتس هنا متوازنة جدا مع الورد، في ورد قوي، هتشمي ورد بشكل قوي جدا وواضح قوي قوي. وانا الحقيقة الفترة دي لو لاحظتوا اتجهت كتير لعطور الورد، مستمتعة بيها جدا الفترة دي من السنة. حاسة ان الورد في الوقت ده يعني لايك بلومينج كده، بتحسي ان هو بيكون مغري قوي. العطر ده على فكرة من العطور برضو السكسي المميزة اللي ريحتها بتحسي انها لون الباطل بيعبر عن ريحتها، بتحسي ان كأن في تشيري، كأن في بيريز في العطر ده، بجانب الفانيلا اللي بتظهر جدا في القاعدة. طبعا انا لسه بجرب العطر وبعيش معاه، هياخد وقت معايا، ولكن العطر ده خشبي منعش، خشبي في الدرجة الأولى، فيه خشب الأرز واضح جدا ومنعش، ومعاه الورد والفانيلا اللي بتظهر بقوة. فقط في رأيي أنا في الدراي داون بتاعة العطر ده عطر مميز وبيناسب كمان المناسبات. العطر اللي معانا بعد كده كلمتكم عنه كتير 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 ومن حبي فيه، يعني هكلمكم عنه الفيديو الجاي، هقول لكم انا يعني بدأت ادور على باك ابس للعطر ده. هو انا الابيض بودري من لطافة. العطر ده قنبلة باودر بالنسبة لي، ومش اي باودر، باودر سبايسي شرقي ولكن باودر. هو بالنسبة لي البانكيك القديم اللي كانت جدتي بتستخدمه. عارفين الريحة دي، ريحة الفانيتي القديمة اللي فيها الباودر، ولكن مش داستي باودر، هو كومباكت باودر من النوع القديم اللي كان كثيف جدا ودسم جدا. تحسي ان انتي شامة في العطر ده كراميل وتونكا وشوية عود كده خفيف جدا لا يكاد يذكر. هتحسي ان العطر ده ريحته فيها عنبر، ريحة مدخنة وفي نفس الوقت باودري جدا جدا، فينتاجي قوي، مميزة. بحس ان هو المرأة واثقة من نفسها، معتزة كده بأنوثتها، بتحب تكون فيميل حتى وإن كان بشكل قديم شوية، في أصالة كده. عارفين الإحساس ده؟ العطر ده في رأيي من العطور اللي بجد أنا كنت بدور عليها، حقيقي كنت بدور على الريحة دي تحديدا. هحط لكم اللينك بتاعه تحت طبعا في الديسكريبشن بوكس عشان تسمعوا رأيي الكامل عن عطر أنا الأبيض بودري. العطر كمان اللي معانا دلوقتي عطر مميز جدا جدا جدا، هو فيرزاتش كريستال نوار. والحجم اللي معايا ده صغنن، كنت عادة بحطه دايما في الشنطة، فهو الاسم بس اتمسح من عليه. العطر ده عطر غامض جدا، جذاب جدا، ولكنه عطر زهور بيضة كمان جدا. لازم تكوني عندك من النضج ما يكفي عشان تقدري تحبي العطر وتفهميه. عطر فيه ريحة الكوكونات لاكتونيك جدا، حليبية جدا، كريمية قوي، مريحة، فيه احساس فعلا كريمي جدا، فريد من نوعه. العطر ده مميز جدا. العطر ده الميكس ما بين الكوكونات والجاردينيا،
الجاردينيا الحقيقة ليها كده فايبس مش كل الناس برضو بتقدر تستوعبها. فايبس ميتاليك معدنية بتشبه ريحة المشروم، ريحة ارسي شوية، ريحة معدنية شوية، ولكن هو وزن قوي الريحة دي بوجود الكوكونات او جوز الهند اللي خلى الريحة دي برغم انها معدنية الا انها كريمية ناعمة غنية جدا. العطر بحس ان هو فيه غنى، ولكن هو افتتاحيته من الفلفل الاسود والزنجبيل والهيل او الحبهان، فهو افتتاحية كده في البداية بتبقى in your face، بتاخدي كمية سبايسز حارة ولكن مغلفة باحساس زي الكريم، فلافي كده. والله هو مش فلافي على قد ما هو برضو لا كثيف اكتر، ولكن هو سحابة كده حوالين التوابل دي من الريحة الكريمي اللي فيها كوكونات كريمي جدا مش سويت ابدا. عطر ناضج جدا يصلح جدا للمناسبات، تحسي لما بتستخدميه مع الجلد ان هو بيكون مغري اكتر، صابوني ونضيف اكتر، بيدينا فايبس كلين سوفيستيكيتد جدا. تحسي ان هو عطر جدلي كده، مش سهل تقدري تقولي هو ريحته شبه ايه، مش شبه اي حاجة. هو كأنه زي ما قلنا توابل محطوطة في علبة شامبو كريمي لاكتونيك لونه ابيض. عطر سبايسي وورم قوي دافي جدا ناضج جدا، وطبعا لازم تكوني بتحبي الازهار البيضاء. بس كده ده كانت مجموعتي المميزة اللي استخدمتها في شهر فبراير، وحسيت انها كانت فعلا بتنبض يعني بالحياة. اتمنى ان الريفيو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا الشوية اللي اتكلمنا فيهم مع بعض، وما تنسوش تقولولي رأيكم في عطور النهاردة كانت ايه وجربتوا ايه منهم، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله الريفيو اللي جاي حلوين، وباي باي.